أبدا. وبمجرد أن تحدث رئيس القرية انفجر الحشد بالصدمة واهتزت خشبتي. هل هذا ممكن حقا؟ هذا الفتى لينيا صنع الجير الحي حقا. هل يمتلك طريقة سرية لصنعه؟ هذا لا ينبغي أن يكون سهلا. رأيت رجالا يعاقبون لأقل من هذا. إنتاجه صعب جدا كما سمعت. بالتحديد يقال إن طريقة صنع الجير الحي تتوارث من الأجداد ولا يتم مشاركتها أبدا. إنه مجرد طفل يتيم نشأ بلا والدين ولم يغادر هذه القرية القاسية أبدا. كيف يمكنه أن يعرف طريقة صنع الجير الحي؟ سواء كان يخادع أو موهوبا حقا فقد أنتجه أمامي، وإذا تمكن من صنعه فهذا يعني وجود حجر جيري فعلا في ذلك المنحدر الجبلي. لقد وجد لين شياو آنا كنزا حقيقيا، ولكن انتظر، تلك الأرض القاحلة لا ينمو عليها حتى العشب. هل يمكن أن يكون الجير الحي بداخلها حقا؟ مهلا، ألم تروا زوجاته يحفرن هناك باستمرار في هذه الأيام؟ من كان يظن أن حجرا باهتا كهذا يمكن أن يتحول لشيء ثمين؟ أشعر بطمعهم، فقد سمعت أن سعر الحجر الجيري يعادل تقريبا سعر الحبوب الجيدة. إذا استخرجوا كل الحجارة من ذلك الجبل فكم سيكون حجم هذه الثروة؟ راقبوا معي، يبدو أن لين شياو آنا سيصبح غنيا جدا. تبا لذلك، لماذا لا يحالفني هذا الحظ الجيد أبدا؟ على أي حال يجب أن نسرع الآن ونتملق لين شياو آنا لكسب رضاه، ربما نحصل على بعض الفوائد مستقبلا. شياو آن، لدي ابنة تبلغ من العمر 16 عاما. إنها لا تزال فتاة لكنها قادرة وماهرة جدا. هل ترغب في التفكير بأمرها؟ في هذه الأثناء كان ليان مصدوما بشدة لدرجة أنه لم يستطع التعافي من الصدمة لفترة طويلة جدا. لم يصدق أن لين شياو آن أنتج الجير، وعندما سمع القرويين يبدأون في تملقه شعرت بقطرات عرقه تتساقط علي من شدة القلق والتوتر. هذا الفتى الريفي الفقير وعديم الخبرة، لماذا كان الجميع يتملقونه فجأة؟ وتلك المنحدرات الجبلية تم شراؤها ببضع قطع فضية فقط، والتي اختارها لين شياو آن بنفسه. أراد خداعه في البداية، لكن لين شياو آن كان محظوظا وحقق ربحا كبيرا. أشعر بنواياه الخبيثة، فهذا لا يمكن أن يستمر. إنها مجرد صدفة محظوظة. لقد صنعنا قطعة صغيرة فقط. فكروا في الأمر، هذا الفرن كبير جدا لدرجة أن يمكن أن ينتج العشرات من الوحدات في وقت واحد. لماذا أخرج قطعة صغيرة جدا فقط؟ لينيا، ما رأيك؟ تردد صدى صوت ساخر قليلا بالقرب من هيكلي الخشبي الصلب ليزيد من حدة التوتر. نظر الجميع إلى هناك ورأوا لي دينيو، وعلى وجهه نظرة إحباط عميقة رأيتها كثيرا على وجوه المذنبين. شكك الناس بالفعل في قدرات لين شياو آن، وبعد كلمات لي دينيو اختاروا جميعا تصديقه بعقولهم الضعيفة. اتجهت كل العيون نحو لين شياو آن لانتظار إجابته. نظر لين شياو آن إلى ليو الذي يثير المشاكل بنظرة باردة وعقابية أقدرها أنا كثيرا. إذا كان يريد كسب أموال طائلة مستقبلا فعليه توظيف الكثيرين، وسيكون القرويون الأقرب الذين يقفون حولي هم الخيار الأفضل له. إذا تملقه القرويون بنشاط الآن فيمكنه منحهم وظائف لاحقا، وسيكونون ممتنين وخاضعين له بشدة. لكن إذا بادر هو بتوظيف الناس سيبدو وكأنه يتسول الخدمات، وهذا لن يكون فعالا ولن يفرض الاحترام الذي أعرفه جيدا. مقاطعة لي دينيو جعلت مسألة بسيطة أكثر تعقيدا وتوترا. ماذا لو كان هناك أكثر من مجرد هذه القطعة الصغيرة؟ سأل لين شياو آن ببرود. أتذكر أن شخصا قال إنه إذا استطعت صنع الجير فسيقطع رأسه ويركله مثل الكرة. يا لها من عقوبة. شعرت بساقي ليانو ترتجفان بصدمة للحظة، وعندما فكر بعناية أكبر أدرك الوزن المميت لكلماته الغبية وأنه قال ذلك بالفعل. في ذلك الوقت كان غاضبا فقط بسبب الصفعة التي تلقاها في وقت سابق من ظهر ذلك اليوم، لذلك تحدث بقسوة. لكن من كان يظن أن لين شياو آن هذا الأحمق الريفي يمكنه حقا إنتاج الجير، لكن هذا لا يهم الآن. إذا تظاهر بأنه لم يقل ذلك فيمكنه الإفلات من العقاب، فليس لدى لين شياو آن دليل، وحتى لو امتلكه فإنه لن يقطعه حقا. لقد عاش لعقود من الزمن، وعندما يتعلق الأمر بالوقاحة والتهرب من العقاب فإن لين شياو آن متأخر عنه بأشواط كثيرة. نعم، أعتقد أنني سمعت ذلك أيضا، وأنا سمعته أيضا. يبدو أن ليانو قال ذلك. وقبل أن يتمكن من التحدث بدأ القرويون المتعطشون لمشاهدة العرض بالهتاف. شحب وجه ليانو تماما، وشعرت بأفكاره العنيفة وهو يلعن أسلاف هؤلاء القرويين البؤساء في عقله. ولكن مع إحداث الجميع لهذه الضجة فإن التظاهر بالوقاحة لإنقاذ نفسه من العقاب لن ينجح بعد الآن. إذا أجبر الأمر ستتدمر سمعته كليا. جميعهم من نفس القرية، وهو لم يرغب في أن يمشي ورأسه منحنى للأسفل طوال نصف العام القادم تحت وطأة العار.
ضحك بيأس. هاها، هل تعتقد حقا أنك صنعت قطعة صغيرة من الجير بمجرد التخمين؟ أتساءلون ماذا سيفعل الآن للنجاة من العقاب؟ بعد التفكير لفترة ابتكر ليدينيو خطة ماكرة. أنتج شياو آن قطعة واحدة، لذا طالما تمسك بعناد بهذا فقد يفلت. بهذه الطريقة يمكنه أيضا حفظ ماء وجهه. ولكن ماذا لو كان لا يزال لدي جير في فرن الطين الخاص بي؟ ماذا سيحدث إذن؟ عقد لين شياو آن ذراعيه ونظر إلى ليدينيو بتعبير ساخر ومستفز. هل تريد حفظ ماء وجهك؟ بما أنك تهتم بالأمر فهذا يجعل الأمور أسهل. في الأصل كان علي أن أتظاهر بفعل شيء من أجلك لتجنب العقاب، لكن بما أنك تريد حفظ ماء وجهك فلن أزعج نفسي. حسنا، لنفعل هذا. نحن جيران في نفس القرية. لن أطلب منك قطع رأسك، لنتراهن بقطعتين من الفضة حول ما إذا كنت سأجد الجير في فرن الطين أم لا. ما رأيك في هذا العقاب البديل؟ بعد سماع هذا أصبحت عيون ليانو مضطربة ومترددة. كان لينيا واثقا جدا مما يوحي بوجود جير حي بالداخل حقا كدليل ساحق. عادة لن يقامر لأن المخاطرة عالية جدا، ولكن الآن كان الكثير من القرويين يشاهدونه وكبرياؤه يقيده بهذا الرهان المروع. لو هرب الآن سيصبح أضحوكة في قريتنا. هل ترون هذا الفتى الغريب؟ الظلام حالك، وأنا خشب العقاب الذي يجلد العصاة أراقب ما سيفعله بصمت. لابد أنه يجهل وجود الجير. صناعته مستحيلة هنا. أنا متأكد أنه يخادع، ونهاية الخداع دائما فوق خشبتي المليئة بالدماء. للأسف لا يزال قليل الخبرة. فجأة تعالت الهتافات مجددا. فليبدأ الرهان الذي سيجلب لي ضحية. راهنه يا ليانو، أسرع ولا تخف. حياة هؤلاء المزارعين البائسين مجرد عمل ونوم بلا متعة سوى رؤية غيرهم يجلد على ظهري. الآن وهناك عرض مثير، لا أحد يريد نهايته مبكرا. حسنا، فليكن، سأراهن وأنا كلوح أترقب الخاسر. ربما أكسب قطعتين من الفضة. صر ليانو أسنانه قائلا: سأراهن. من يخاف منك؟ جسده يرتجف وأنا أشعر بخوفه. برؤية ليدانيو يوافق ارتسمت ابتسامة خافتة على وجه لين شياو آن. بما أنك اخترت كبريائك فالفضة لي والعقاب سيطولك. صناعة الجير تعتمد على الحرارة والوقت. بما أن هذا الغريب نجح بصنع قطعة فحساباته كانت دقيقة بشكل مذهل حتى بالنسبة لخشبة مثلي. لذا لابد أن هناك أكثر من قطعة جير واحدة بالداخل. الأهم من ذلك لين شياو آن وجد للتو حجارة أخرى غالبا هي جير أيضا، فقط لم يملك الوقت. زوجي، سأبحث مجددا. نطقتها زوجته بشجاعة. لو ين تطوعت. جيد، احذري الاحتراق. اخرجي كل الجير لكي لا يجد البعض أعذارا للتهرب من عقابي القاسي المنتظر. برؤية حماس لو ين وافق لين شياو آن. لم يهم من سيذهب حقا. جسده الضعيف قد لا يتحمل حمل الكثير من الجير دفعة واحدة. لين شياو آن، لا تغتر كثيرا، الفائز لم يحسم بعد. هكذا صرخ المذعور. عندما شعر لي دانيو أن لين شياو آن يستهدفه رد عليه فورا، لكن نبرته كانت مهتزة وتفتقر لأي ذرة ثقة. نظر في عين لين شياو آن باحثا عن لمحة ذعر ليواسي بها نفسه المرتعدة أمام خشبتي. للأسف عين هذا الوافد الغريب كانت تشعان بالثقة فقط، ولم تجعل لو ين الجميع ينتظرون. سرعان ما خرجت تبدو مغطاة بالغبار ومتعبة للغاية. تحمل بين ذراعيها 7 أو 8 قطع جير. زوجي، هذا كل شيء، قالت لو ين واضعة الجير أرضا وماسحة عرقها بكمها. الفرن كان قد انتهى للتو من حرق الجير، لذا الداخل أشد حرارة بكثير. شعر لين شياو آن ببعض التعاطف. هذا التغير المفاجئ بين البرد والحر ينهك الجسد ويسقطه أمام قوانيننا القاسية. لو أصيب بالمرض ستكون مشكلة حقيقية. بالنسبة لهذا العمل الشاق والمميت من الأفضل أن نتركه للغرباء ليتعذبوا بدلا منا كما تقتضي قوانيننا. المهارات الأساسية فقط يجب أن نحتفظ بها لأنفسنا. عزيزتي، لقد بذلت جهدا كبيرا بحق. تقدم لين شياو آن فورا رافعا كمه برفق وعناية ليمسح الغبار عن وجه اللو ين، لكن كان من الأفضل ألا يمسحه بالكامل أبدا. بمجرد أن فعل ذلك أصبح وجه لو ين المغبر بالفعل أكثر سوادا ورمادية، لتبدو تماما كقطة صغيرة لطيفة وسط هذا الجحيم البائس. الجميع بما فيهم لو شير لم يسعهم سوى الانفجار ضاحكين بشدة. حتى القرويون الذين اعتادوا قسوة الظهر الخشبي بدأوا يبتسمون بحرارة. النساء الحاضرات نظرن إلى لين شياو آن بحسد شديد، ثم رمقن وجه لو ين المتسخ، وكان إعجابهن يصعب إخفاؤه. هذا الشاب تمكن من إنتاج الجير، وليس مجرد كمية قليلة بل ثروة ستنقذه من الضرب.
الأمور ستتحسن حتما. زوجاته اللواتي بدون نحيلات كالقرود من الواضح تماما أنهن غير قادرات على إنجاب الأطفال للنجاة من قوانيننا. هل تتساءلون مثلي كيف تصبح هؤلاء المنبوذات أسعد منهن؟ مستقبلا حياتهن ستكون أفضل وأكثر ثراء، بل إن رجالا مثله سيعرفون كيف يعتنون بهن حقا بعيدا عن الألم. لقد كدحن في منازلهن طويلا، ورغم استنزافهن التام لم يسمعن يوما كلمة طيبة واحدة من أزواجهن القساة الذين طالما جلدتهم. أحيانا يتعرضن للضرب والركل بقسوة، ولكن برؤية الجير يخرج بدت لوشير والآخرون في غاية الحماس والدهشة. أولا، زوجهن كسب للتو قطعتين إضافيتين من الفضة، قطعتان تكفيان لشراء أكثر من 3 مكاييل من الحبوب الفاخرة. ثانيا، الجير كان ممتازا بشكل مذهل حقا، وبما أنها محاولتهم الأولى لم يضعوا الكثير من الحجر الجيري داخل الفرن المشتعل لتجنب الخسارة. والآن يبدو أن ثلث الحجر الجيري على الأقل قد تحول بنجاح إلى جير نقي. تذكروا، هذه المحاولة الأولى فقط، مع التحسين المستمر سيتضاعف الإنتاج، ولن تذوق ظهورهم خشبي المليء بالدماء. قريبا لن يضطروا للقلق بشأن الطعام بهذا القدر. الأمر لا يبدو كذبة أبدا. من الواضح أن لين شياو آن يعرف حقا طرقا سرية لصناعة الجير المذهل. أتساءلون إن كان الجير قيما حقا؟ دعوني كلوح عقاب أخبركم، رطل واحد من الجير يستبدل برطل ونصف من الحبوب الخشنة. إنها ثروة تنجي من الألم. هل تظنون أن هذا بلا قيمة؟ هل يعني هذا أن لين شياو آن سيصبح ثريا في المستقبل؟ شياو آن حفيدتي ب17 مثل لوشير، إنها مجتهدة جدا. هل تقبلها كزوجة لتنجو من القوانين وعقاب الخشبي المرعب؟ لسماع ذلك أضاءت عينا لين شياو آن. كاد أن يناقش الأمر أكثر، لكنه لاحظ لي دانيو يتسلل هاربا بهدوء من بين الحشود الجائعة هربا من الدفع. الجميع كانوا يتحدثون بسعادة، فلم ينتبه له أحد. العم دانيو، لا تتعجل بالهرب قبل أن تدفع. متى سترسل قطعتي الفضة بالضبط؟ ليانو الذي كان يشعر بالذنب والخوف قفز فزعا عندما سمع اسمه ينادى، وكأنه شعر بظل عقابي يقترب من ظهره. منظره المضحك هذا فجر موجة ضحك ساخرة بين الجميع. مسح ليانو العرق البارد عن وجهه وزمجر بغضب قائلا: همف، لا داعي للقلق أو السخرية أبدا، سأعطيك الفضة حتما. فجأة خطرت في ذهنه الماكر فكرة خبيثة لتجنب الخسارة المدوية. الأرض أصبحت مع لين شياو آن الآن، ويعلم أنه لن يستعيدها، لكنه يستطيع إيجاد طريقة خبيثة لإجبار لين شياو آن على إعادتها للقرية. حقده يغذيني كخشب متعطش للدماء، ما لا يمكنه الحصول عليه. لن يسمح للين شياو آن بامتلاكه أيضا. من مكان الصلب هنا سمعتهم يقولون: شياو آن، هذه السنوات مليئة بالحرب والضرائب الثقيلة جدا، جفاف بسيط وسيموت الكثيرون في القرية. هذا المنجم ملك للقرية أصلا، لماذا لا تعيده؟ رأيت الطمع يضيء عيون القرويين وهم ينظرون إليه تماما كخوفهم مني. لو أصبح المنجم للقرية سيكسب الجميع أموالا طائلة. التفتت كل العيون نحو لين شياو آن، جسدي الخشبي شعر بتوترهم. المنجم ملكه قانونيا بالأسود والأبيض. إن رفض التخلي عنه لا أحد سيجبره، ولا حتى قوانين العقاب التي أمثلها أنا. فكر رئيس القرية قليلا ثم تحدث: شياو آن، المنجم ضخم جدا ولا يمكنك العمل فيه وحدك. راقبته بصمت خشبي. ما رأيك؟ أعد المنجم للقرية وسنجمع 30 تايلة من الفضة كتعويض لك. عرض يراه الكثيرون مغريا. ما رأيك؟ مسح رئيس القرية لحيته ونظر لأعلى. كان يظن أنه يتحدث بحكمة. ظن أن عرضه لا يقاوم، خاصة أن لين شياو آن عاش فقيرا ولم يرى هذا القدر من الفضة من قبل. بهذه الفضة يمكنه شراء منزل أكبر وملابس جديدة، ويتبقى له ما يكفي جدا للنجاة في سنوات القحط القاسية، هكذا حسبوها. لكن لدهشتهم جميعا رفض لين شياو آن بلا تردد. لا أنوي التخلي عن المنجم الآن. لم يرتجف أبدا. المنجم بيده الآن، وعاجلا أم آجلا ستصل قيمته إلى آلاف التايلات من الفضة الخالصة. كيف يمكنه أن يترك القرية تأخذه مقابل 30 تايلا فقط؟ هذا الفتى العابر للعوالم يفكر جيدا بذكاء. عبس رئيس القرية، ظن أن عرضه كان قليلا جدا، ثم صر على أسنانه قائلا بضيق: حسنا، إذن سنجمع لك 40 تايلا من الفضة بالكامل، وستحصل أيضا على حصة ثابتة من أرباح المنجم. سمعت هذا العرض. شياو آن، حال أهل قريتنا سيء أيضا، ولا يمكننا جمع المزيد حقا. أنس الأمر يا عم لي، أريد الاحتفاظ بالمنجم، إنه مفيد لي. استمر لين شياو آن في الابتسام بلطف ورفض طلب رئيس القرية بأدب شديد.
رئيس القرية عامله بلطف دائما، والآن هو يحاول التفاوض معه بود. أنا كخشب عقاب أفضل الصرامة. لم يكن بوسعه تجاه ليانو أو مواجهته بحدة، لكن خطة لي داو لاستخدام الآخرين كأداة كانت قاسية جدا وخبيثة. أيها المارون بقربي، استمعوا لهذا. قالوا شياو آن: لماذا لا تعيد المنجم للقرية؟ منجم كبير جدا، عائلتك لن تستخدمه كله. نعم، ولا يزال عليك زراعة الأرض. ليس هناك وقت كاف للتعدين، دع القرية تتولى الأمر، هذا أفضل للجميع. شياو فان، لا تقلق أبدا، سنبيع كل ما نملك، حتى لو اضطررنا لبيع ممتلكاتنا لجمع 40 تايلة من الفضة لك. يأس المزارعين واضح جدا لي. القرويون القريبون أرادوا المشاركة أيضا، وحثوا لين شياو آن بقوة على تسليم المنجم. عند رؤية هذا التوتر، عبس لين شياو آن ورد بحزم الجميع: لن أتخلى عن المنجم حتى لو فعلت. هل تعرفون كيف تصنعون الجير الحي؟ ساد الصمت التام بين القرويين. صنع الجير الحي، يا لها من مزحة. الكثيرون منهم لم يستخدموا فرنا بسيطا قط، ناهيك عن صنع الجير الحي المعقد. إنها حرفة ماهرة، لو عرفها أحدهم لحصل على وظيفة جيدة في المدينة وعاش مرتاحا دون القلق بشأن الطعام لأجيال قادمة. أنا ككتلة خشبية أدرك قيمتها. لو كان تعلمها سهلا جدا، فمن سيبقى ليزرع الأرض هنا ويخاف من العقاب؟ عندما لم يرد أحد، واصل لين شياو آن بثقة: إذا كنتم لا تعرفون صنع الجير الحي، فما فائدة المنجم لكم؟ يمكنكم فقط بيع الحجارة العادية، لكن سعر الحجارة أقل من ثلث ما يباع به الجير الحي في السوق. بالإضافة لذلك، عليكم استخراجها ونقلها بصعوبة إلى المدينة. كم من المال سيجلب ذلك لكم؟ رحلة 10 كيلومترات من قريتنا إلى المدينة تتطلب عبور عدة تلال وعرة جدا. معظم الناس يمكنهم فقط حمل 20 أو 30 جين من البضائع ذهابا وإيابا. لو استخدموا عربة ثيران بطيئة، قد لا يصلون للمدينة قبل حلول الظلام. الحجارة ليست غالية أبدا، وهذه الرحلة الشاقة ستكسبهم أقل بكثير من مجرد العمل في الحقول المنهكة. غرق الجميع في التفكير. كلمات لين شياو آن منطقية: إن أخذوا المنجم منه فلن يجنوا الكثير من المال أبدا. ولما رأى أن معظم القرويين اقتنعوا، أضاف لين شياو آن قائلا: لكن لا تقلقوا، سأعمل معكم جميعا لجني المال مستقبلا. اقتنع معظم القرويين أخيرا، لكن لي داو كان مستاء جدا وحاقدا. لو نجح شياو آن، ألن ينتقم منه؟ هل سيعيش بسلام؟ فصرخ: أيها الناس، لا تنخدعوا بكلام لين شياو آن المعسول. ارتعش الخشب تحتي من صراخه. فكروا في الأمر جيدا. هذا العام الطقس جيد، لكن إن حدث جفاف مدمر وفشلت المحاصيل بالكامل، ستضطرون للاعتماد فقط على بيع الحجارة من أجل النجاة بحياتكم. حاول ليانو إقناعهم بعجلة. أمر مثير للسخرية. إن حدث جفاف، حتى بالمال لن تشتروا طعاما يكفي. هكذا رد لين شياو آن بحده: خلال الجفاف سترتفع أسعار الطعام بجنون تام، وحتى مع المال الوفير قد لا تجدون ما يكفي للأكل أبدا. أراد ليانو الجدال أكثر بوقاحة، لكن رئيس القرية أوقفه فورا برفع يده عاليا بحزم: ليانو، هذا يكفي. منجم الحجارة هذا ملك أصيل للين شياو آن. إعطاؤه لنا هو لفتة طيبة وكرم منه، وعدم إعطائه هو مجرد تمسك بحقه. علاوة على ذلك، حتى لو أخذناه نحن فلن نجني أي أموال. تذكر. تنهد الجميع عند سماع رئيس القرية، ثم استعدوا للعودة لديارهم والنوم بسلام. هل ترون معي المشهد؟ التنهيدة لم تكن لأن لين شياو آن رفض تسليم المنجم، بل لأنهم فوتوا فرصة نادرة لجني المال. راقبتهم يغادرون. بعدها ركضت لوسيسي مباشرة: زوجي، أنت مذهل جدا، لقد صنعت الجير حقا. عطر منعش رافق كلماتها. وبينما كانت تستند إلى ذراعيه، عانقها لين شياو آن بغريزته فورا. كان جسد لوسيسي ناعما وكأنها بلا عظام، مرتاحة جدا بين ذراعيه، فأجابها بثقة بالطبع: ألا ترين من هو زوجك؟ هذا الفتى المتمرد يدهشني حقا. رفع لين شياوفان رأسه بفخر واستنشق شعرها: رائحة طيبة. أنا أشم الخوف عادة، لكنها سألته بلطف: زوجي، بصنع الجير هل سنشبع يوميا؟ رمشت لوسيسي بعينيها الواسعتين. عانقته بشدة ونظرت إليه بأمل كبير، غير مدركة لقسوة عالمنا. السعادة ضربتها فجأة كالبرق. لم تصدق ذلك. قبل يومين فقط كانت تتضور جوعا هنا. هذا الشاب المذهل لين شياوفان ضحك مستمتعا بتعبيرها البريء. مسح على رأسها وابتسم قائلا بثقة تامة: بالطبع يا عزيزتي، أعدك لن تشبع يوميا فحسب،
بل ستأكلين اللحم في كل وجبة حتى تملي منه. باسماع هذه الكلمات هتفت لو سيسي بسعادة بالغة كاسرة صمتنا. حقا هذا رائع جدا، سنأكل اللحم يوميا من الآن. الجميع ضحكوا مستمتعين بوجه لو سيسي السعيد والمشرق. شعروا بسعادة حقيقية تجاه المستقبل. طالما عملوا بجد سيأكلون حتى يشبعوا كل يوم بعيدا عن سياط الجوع. بالنسبة لهم كان هذا حلما مستحيلا، لكن لدينا مهمة هامة الليلة، قالها بابتسامة، وأنتم وأنا نعلم أن الإثارة الحقيقية ستبدأ الآن. ماذا؟ أي مهمة؟ سألت لو شيران بفضول. الوقت متأخر جدا الليلة، لذا لم يتمكنوا من الاستمرار في صنع الجير. كانت منازلهم مرتبة تقريبا، لذا لم تستطع التفكير في أي مهمة أخرى على الإطلاق. لرؤية فضول الجميع تابعوا لنا شياوفان. سنمسك بالسارق. سارق؟ من أين أتى اللص؟ السرقة فعل سيء، وأنا كلوح عقاب أشتهي دماء اللصوص دائما. قريتنا تملك قانونا صارما، من يضبط يسرق يطرد، أو في الحالات الخطيرة يعدم فورا. فوقي أنا لوح العقاب الذي لا يرحم، لذا ما لم تحدث مجاعة مميتة لا أحد يجرؤ على السرقة خوفا مني. أما الغرباء فاحتمال سرقتهم أقل بكثير من ذلك. منزلهم فقير جدا لدرجة أن اللصوص العاديين لن يكلفوا أنفسهم عناء النظر إليه أبدا. الطعام مخزن بالداخل، لذا حتى لو نظر شخص ما لن يرى سوى كومة حجارة وحطب. سألت بتعجب زوجي: من أين يمكن أن يأتي هذا اللص؟ فكر الجميع طويلا، لكنهم لم يدركوا من أين قد يأتي لص لسرقة أشيائهم والمخاطرة بالشعور بخشبي البارد والقاسي يمزق ظهره. قال لينو شياوفان: لي دانيو برؤيته أنني أصنع الجير سيشعر بالغيرة حتما. قد يعتقد أيضا أنه طالما أنا قادر على ذلك فهو يستطيع فعلها ببساطة. عندما ينجح في صنع الجير قد يستخدم ذلك كعذر قوي ليجعل رجال القرية يستعيدون أرضي مني بالقوة. لذا أعتقد أنه سيتسلل للمنجم الليلة لسرقة بعض الحجارة، ثم يحاول اكتشاف الأمر بنفسه غير مبال بقوانيننا الصارمة. شارك لين شياوفان تخمينه بهدوء تام. استمع الجميع وفهموا الحقيقة الماكرة فجأة. نظرا لشخصية لي دانيو الجشعة، من المحتمل جدا أن يحاول السرقة الليلة. زوجي، أنت ذكي جدا، هكذا مدحته لو سيسي بصدق. حسنا، الليلة سنقبض عليه متلبسا ثم نسلمه لرئيس القرية. وفقا لقواعدنا القديمة التي أرعاها أنا بخشبي الملطخ بالدماء، سيطرد من القرية بلا رحمة. بطبيعته الكسولة والجشعة، بمجرد طرده من هنا لن يكون لديه أي طريق للعودة أبدا. قالت لو يينين بحماس إنها كرهت لي دانيو منذ زمن طويل، خاصة بسبب وجهه القبيح وفمه الوقح. نعم، دعونا نطرده من هذه القرية معا للأبد. أومأت لو سيسي بحماس وأمسكت بعصا خشبية تذكرني بجلدي ولوحت بها بقوة، وكأنها تتخيل لي دانيو يتضور جوعا في أرض غريبة. لا يمكننا طرده الليلة. إذا ذهب للمنجم لسرقة الحجارة حتى لو أمسكناه متلبسا فلن نملك الدليل الكافي لجلبه إلي ليواجه العقاب. فكر لين شياوفان بعقل الغريب وقال بجدية: هذا ليس العصر الحديث. لا توجد كاميرات أو أي شيء لتسجيل الأدلة هنا. حتى لو أمسكوا بلي دانيو طالما يرفض الاعتراف لا يمكنهم إثبات جريمته لجلده فوق خشبي. باسماع هذا بدت لو يينين ولو سيسي محبطتين تماما، وكأن دلو من الماء البارد قد سكب عليهما وأطفأ حماسهما لتطبيق العقاب. فكرت لو شيران للحظة، ثم أشرقت عيناها فجأة وخطرت لها فكرة ذكية جدا لتطبيق العدالة. إذن يجب أن نستدعي رئيس القرية. وجوده هناك سيساعد بالتأكيد في إثبات الجريمة وإنزال العقاب الصارم. لا، حتى لو رأيناه نحن ورئيس القرية سيظل من الصعب إثبات سرقته. هزت لو شيران رأسها بلطف مدركة لثغرات قانوننا الغبي. إذا شهدت أي عائلة ورئيس القرية فقط سيسهل اتهام أي شخص ظلما وجلده، لكن لا بأس بذلك، فلدينا خطة أخرى. راقبوا معي ما سيحدث الآن. عندما نمسك به يمكننا ضربه بشدة وإجباره على تسليم الفضة. لن يكون لديه أي مخرج للنجاة بما أنه السارق الأول. فكر لين شياوفان قليلا وابتكر خطة قد لا تمنع المتاعب المستقبلية تماما، لكنها بالتأكيد ستسمح لهم بالتنفيس عن غضبهم بعيدا عن ساحة إعدام الدموية. فكرة جيدة، لنفعلها هكذا إذن. شدت لو يينين قبضتيها متلهفة لبدء العمل، وتلقينا اللص درسا. بانج بانج بانج، صوت تحطم الأشياء استمر بالخروج من منزل لي دانيو. أنا غاضب جدا، أنا مستشيط غضبا حقا. لين شياوفان ذلك الوغد الصغير خدعني وسلبني 6 تايلات من الفضة في يومين فقط. ركل لي دانيو طاولة بقدمه من شدة غيظه. منزله أصبح الآن فوضى عارمة.
كل ما يمكن كسره قد تحطم تماما، والطاولات والكراسي ملقاة جميعها على الأرض بوحشية. لم يستطع فهم كيف يملك لين شياوفان الفتى الريفي البسيط هذا الحظ. لقد خدعه ليختار قطعة أرض كان يظنها عديمة الفائدة تماما، لكن اتضح وجود منجم حجارة هناك. مجرد رمية لبعض الحجارة في الفرن جعلها تنتج الجير الثمين. يا لها من سخرية مضحكة. تلك الأرض ذات المنجم اختيرت بتوجيه مني. ليس فقط أنه لا يقدر ذلك، بل يستمر في استفزازي وإثارة غضبي كالمجنون. هذا الريفي الأحمق إنه يصيبني بالجنون حقا. قال هذا ولكم الطاولة الساقطة فجأة بقبضته العنيفة. كراك صوت انكسار. ساق الطاولة والصرخ لدانيو المتألم الصدحة في نفس اللحظة تماما. عانق لي دانيو يديه وجلس القرفصاء على الأرض يئن. كان غاضبا جدا فاستخدم قوة مفرطة آلمته، وهذا المشهد يمتعني حقا كأداة عقاب. جسده كان ضعيفا بالفعل، والآن يشعر وكأن عظامه محطمة. الألم حاد وعرقه البارد يقطر علي أنا لوح العقاب. اخرجي بسرعة ودلكي مكان ألمي، صرخ ليانو. مزاجه سيء وأنا كخشب للعقاب. اعتدت رؤيته يضرب زوجته. بغضبه هذا شعرت بارتجاف النساء من الخوف حولي، ولم تجرؤ أي واحدة منهن على التقدم نحوه. وجهه الملتوي بالغضب زاد من ارتجافهن فوقي بشكل بائس. هل أنتن أموات؟ ألا ترين أنني سأموت من الألم؟ تعالي هنا. ملامح ليانو كانت شرسة للغاية مما ضاعف رعب النساء. فجأة دفعت شابة بقوة لتتعثر وتتقدم نحوه بخطوات مهتزة. حدق بها ليانو بشدة. كانت مرعوبة، لكن لم يكن أمامها خيار سوى التقدم. اقتربت وهي ترتجف وانحنت لتنفخ على جرحه، لكن من شدة توترها لمست الجرح بالخطأ، فشعرت أنا بالكارثة القادمة. صفعة مدوية. سقطت المرأة بقوة على سطحي الخشب بشكل مؤلم. يا لك من عديمة الفائدة. أخرجي من هنا، صرخ ليانو. نهضت الشابة بسرعة وركضت باكية نحو الغرفة الداخلية لتختبئ. الدموع تغسل وجهها. بصمت منذ قدومها وهي تعمل ليل نهار بلا توقف تحت وطأة هذا الظلم، ومع ذلك لم تحصل حتى على طعام يكفيها رغم امتلاء المنزل بالطعام الوفير. ليس هذا فحسب، بل كان عليها تحمل الضرب المبرح فوقي، قسوة تصدم أي غريب. وحين تذكرت كيف يعتني المتجسد لين شياو آن بزوجته بلطف، ازداد الحزن والقهر في قلبها. لماذا الأزواج الآخرون شبان ووسيمون وحنونون، بينما زوجها لا يعرف سوى الكسل وضرب الناس فوقي كل يوم؟ لكنها ابتلعت كل هذا القهر بداخلها بصمت تام. في القاعة الخارجية جلس ليانو على الأرض بقربي، وغضبه لم يهدأ بعد قليل كسر فأر صمت القاعة، وانطلق مسرعا نحو الخارج ليطوف حولي. سحقا، إنه يسرق الحبوب مجددا. انفجر غضب ليانو وارتجف بشدة. بحث عني أو عن أي أداة لضربه، لكنه لم يجد، فخلع حذاءه ورماه بكل قوته. لكن الفأر الصغير تفادى الضرب بحركة سريعة. قبل فراره التفت وأصدر صوتين وكأنه يسخر من عجز ليانو. سحقا لك. أراد ليانو مطاردته، لكن حين نهض انقطع نفسه وكاد أن يفقد وعيه فوقي. مؤخرا كل شيء يسير بشكل سيء معه، ومشاعره مضطربة جدا. شعر وكأنه منهار تماما. الفأر لم يغادر، بل هز ذيله ساخرا. سرقة. تذكر ليانو شيئا فجأة وصفع جبهته بقوة. أجل، يمكنني سرقة بعض الحجر. سبب إقناع لين شياوي آن للقرويين هو جهلهم بصنع الجير. الذهاب للمنجم لن يفيدهم، لكن إن وجد هو طريقة لصنع الجير بنفسه سيكون لديه عذر للسيطرة على المنجم. حتى ذلك الأخرق لين شياو آن صنع الجير، وبفضل ذكائه ومهاراته الشخصية طالما أنه يمتلك المواد الخام، فإن صنع الجير لن يكون صعبا على الإطلاق. كان متأكدا أنه إذا ذهب لسرقة بعض خام الحجر وأجرى تجاربه فسوف يتمكن من صنع الجير. حينها سيخضع المنجم له حتما، ولن يكسب سمعة طيبة في القرية فحسب، بل سيحقق أرباحا ضخمة. أنا أرى جشعة. إنها خطة مثالية حقا. اتضحت الخطة في عقله تماما، وقرر فورا الذهاب لسرقة الخام هذه الليلة بالذات. في زاوية المنجم حيث أستشعر نبض الأرض كقطعة خشبية اختبأت 6 أجساد تراقب بحذر. إنها عائلة لين شياو آن. لو يين تحمل كيسا قماشيا فوق رأسها وتنظر بتعب نحو القمر العالي. هبت نسمة هواء عليلة فتثاءبت. زوجي، هل تعتقد حقا أن ليانو سيأتي الليلة؟ نظر لين شياو آن إلى المنطقة الجبلية الفارغة، وهو يشعر أيضا ببعض الشك وعدم اليقين. نظريا وبناء على شخصية ليانو الجشعة فمن المؤكد أنه سيأتي الليلة. هل بالغت في تقديره؟ ربما لم يفكر في سرقة الخام. دعونا ننتظر قليلا.
تحدث لين شياو آن قائلا: ربما يغير رأيه ويأتي. لقد انتظرنا طويلا جدا، إذا غادرنا الآن فإن كل جهودنا ستضيع هباء. لو سيسي التي كانت تتولى الحراسة كانت تشعر بالنعاس الشديد، أسندت رأسها على عصاها محاولة جاهدة ألا تستسلم للنوم وتسقط. قبل نصف ساعة أتى الجميع للاختباء على سفح التل. ظنت أن الإمساك بلص سيكون أمرا ممتعا، لذا تولت مهمة الحراسة بحماس شديد، وأنا كلوحة أستشعر ترقبها. لكن من كان يعلم أنه ممل هكذا؟ لا يمكنني النوم. هزت لو سيسي رأسها مجبرة نفسها على البقاء يقظة، ونظرت نحو الأفق البعيد. وفي تلك اللحظة بالذات ظهر خيال شخص فجأة من مسافة بعيدة. فركت لو سيسي عينيها لتتأكد أنها لا تتوهم، ولمعت عيناها بحماس شديد، ثم همست بصوت خافت: هناك شخص قادم. في لحظة واحدة تأهب الجميع وأمسكوا بعصيهم بقوة شديدة. كما أحكمت لو يين قبضتها على كيسها القماشي بانتظار اللحظة الحاسمة. بالمناسبة يا يين، ماذا يوجد في هذا الكيس القماشي؟ سألت لو سيسي وهي تحاول جاهدة ألا تضحك. كانت لو يين تمسك الكيس بجدية، وتعابير وجهها الصارمة كانت تبدو مضحكة للغاية. ما أدراك يا طفلة؟ قلبت لو يين عينيها نحو لو سيسي. إنه يضفي طابعا رسميا، نحن لسنا لصوصا. اصمتوا، إنه يقترب. الخيال يدنو أكثر، وأنا أشعر بخطواته على الأرض. إنه ليانو بمظهره البغيض، يحمل فأسا ويتسلل خلسه. الليلة ستسيل الدماء. وجد مكانا مناسبا وبدأ الحفر بفأسه. كان مبتسما يهمس لنفسه كالمجنون: الفؤوس لا تنفع هنا، الحجر صلب جدا، أنا مجرد خشب، لكنني أشعر بغبائه. بعد وقت طويل استخرج قطعة صغيرة أخيرا. يا له من جهد مثير للشفقة حقا. مسح ليانو عرقه ونظر لفأسه المكسور. لو استمر سيتحطم تماما كعظامه قريبا. تبا لهذا، هكذا فكر. لقد أتلفت فأسي مجددا. اللعنة عليك يا لين شياو آن، سأمزقك إربا. صرخ باكيا كالطفل. فجأة وقبل أن يكمل شتائمه غطى كيس أسود رأسه. صرخات تعالت: سرقة الفضة، أمسكوا اللص، أمسكوا به. رن صوت نسائي ناعم، وقبل أن يتحدث هبطنا عليه. نعم، أنا وعصي أخرى أنهلنا عليه كالمطر القاسي. توقفوا عن ضربي، أنا لست لصا، أرجوكم ارحموني. صرخ مرتجفا تحت ضرباتي. ضربناه بقسوة حتى داخ، وسقط أرضا يتوسل الرحمة. جسده يرتعد، لكننا خشب صلب لا يرحم. لم نتوقف لصرخاته، بل زدنا وحشية فوقه. صرخوا: توقف عن سرقة الفضة. فبكى: لا تضربوني بعد الآن، لقد أخطأت، لن أسرق مجددا. استسلم ليانو وهو يتلوى أرضا، وطوال الوقت كان الكيس يخنق رأسه ويحجب رؤيته. كلما حاول رفع يديه لنزع الكيس كنت أهوي على أصابعه كصاعقة مدمرة مانعا إياه من الهرب. ظن المسكين أن هناك سوء فهم، فهو مجرد أحمق سرق قطعة حجر ولم يرى أي فضة تذكر في حياته كلها. أدرك لين شياو آن أن جسد ليانو سينهار، فرفع يده ليوقفنا عن الضرب. صرخ أسرع وسلم كل الفضة المسروقة فورا. أمسك لين شياو آن أنفه وتحدث بصوت عميق ومزيف، لكن تمثيله كان سيئا، وكشفه ليانو المرتجف بسرعة رغم كل ألمه. شياو آن، هل هذا أنت؟ أنا العمد، لست لصا. سعر لين شياو آن بحرج وقال مرتبكا: لست شياو آن. أنا لست شياو آن، أنا لو إرغو. ثم رفعني عاليا وهويت على جسد ليانو بضربة ساحقة وعنيفة مجددا. شياو آن، أنا حقا. حاول الشرح، لكنني أسكته بوابل من الضربات الخشبية القاسية المطرية. حسنا، أرجوك، لقد أخطأت. كنت مخطئا، أنت لست شياو آن، أنت لو إرغو. عجز ليانو عن تحملي فأمسك أنفه واعترف باكيا: لكنني لم أسرق المال، أردت حفر الحجر فقط. هراء. قطعت الفضة اللتان تركتهما هنا، اختفتا تماما من المكان. أنت وحدك هنا، لذا أنت السارق حتما، قالها لين شياو آن بحزم، بينما ضحكت بعض النساء القريبات مني بخفوت ومكر. أنا حقا لم آخذ أي شيء يا أخي الكبير. حسنا، أخطأت، لقد أخذتها، سأعيدها لك الآن فورا. حاول ليانو المقاومة، لكنني انقضضت عليه بضربة وحشية أخرى أسكتت عظامه. صرخ: لقد أخذتها، سأعيدها لك في الحال. توقفوا عن ضربي. تحسس ليانو جسده المرتجف وتمتم بخفوت، مرعوبا من ملامسة سطحي الخشب له مجددا. أخيرا أخرج قطعتي فضة من سرواله. هل ترون؟ أنتم تعلمون كيف تخبأ الفضة هنا. البيوت ليست آمنة، فالقرويون يحملونها معهم دائما خوفا. كيف تتجرأ على السرقة؟ اعتبر ضرباتي هذه درسا قاسيا لك.
ثم واصلوا ضربه بي قليلا قبل أن يغادروا برضا. أختي يين، لماذا انتزعت عصاي للتو؟ سألت لوسيسي بغضب. وقتها بعدما أمسكت لو ين بليانو خطفتني من يد لوسيسي قائلة: أنت ضعيفة جدا، ضربتك لا تؤلمه كفاية، هذا مبالغ فيه. في اليوم التالي فتح لين شياو آن عينيه، كانت الشمس تشرق بقوة كالعادة. تمطط بيكسل ورأسه ثقيل وأنا أراقب من الزاوية. لقد سهر كثيرا الليلة الماضية لذا نام حتى هذه اللحظة. زوجي العزيز لقد استيقظت. رأته لوشير ينهض وكانت تحمل حوض ماء للغسيل ومنشفة ملقاة على كتفها وهي تقترب. اقتربت ووضعت الحوض قرب السرير وبدأت تغسل وجهه بحنان. حسنا، أمر غريب بالنسبة لي، يمكنني فعل ذلك بنفسي، قالها خجولا رغم استمتاعه. هذا الغريب كان مجرد رجل أعزب يعمل بمدينة حديثة قبل يومين فقط. من كان يظن أننا سنشهد هذا؟ أن يستيقظ هذا الفتى بعد يومين فقط لتغسل وجهه امرأة جميلة بكل هذا الحنان؟ زوجي، لا يجب أن تفعل هذه الأشياء الصغيرة بنفسك. علاوة على ذلك ذهبت للمدينة أمس وأرهقت نفسك في صنع الجير. أنت متعب جدا بالفعل، دعنا نتولى الغسيل. تنهد لين شياو آن، يبدو أنه سيستسلم ويستمتع باللحظة أمام نظراتي الخشبية الصامتة. بعد غسل وجهه وتناول إفطاره استعد لين شياو آن فورا لمواصلة العمل وصنع الجير. طق قبل نهوضه طرق الباب. أنا قادمة. أسرعت لوشير لفتحه بينما جلس لين شياو آن في حيرة تامة. من سيزوره الآن؟ بعد أحداث الليلة الماضية كان من المؤكد أن ليير وليانو قد قاطع عن عائلته الغريبة هذه. المالك السابق للجسد كان طريح الفراش دائما ولا يعرف أحدا في القرية. فكر طويلا لكنه عجز عن تخمين هوية القادم، فقرر الرؤية بنفسه. فتح الباب وظهر رجل في منتصف العمر يرتدي ملابس من جلود الحيوانات يقف في الخارج. بدأ في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره، بطول يقارب 1.80 سنتيمترا تقريبا، بندبة على وجهه وبنية صلبة، يحمل كيسا قماشيا منتفخا. استعاد لين شياو آن فجأة ذكريات جسده القديمة أمامي. يبدو أن هذا الرجل الغريب ليس من قريتنا. أبي، لماذا أنت هنا فجأة؟ سألته لوشير بصدمة، مما جعل شياو آن المشتت يدرك الحقيقة فورا. توقف للحظة ثم ابتسم وقال باحترام: تفضل بالدخول يا والد زوجتي. عادة بعد زواج الابنة هنا لا تتدخل عائلتها كثيرا. ماذا سنشهد لاحقا؟ هذا العجوز جاء بالتأكيد من أجل لوغو. هل ترون كيف ترتجف أطرافه؟ مهما كان السبب فهو والد الزوجة، والفتى الغريب لا يتجاهل الأصول. يدعى الوالد لو تشونغ وهو صياد عجوز. بمجرد دخوله إلى الفناء حيث أستقر أنا أخذ يتأمل المكان بصمت وخوف. المنزل كان قديما بعض الشيء، الحجارة مكدسة في جانب من الفناء بينما تناثر حطب الوقود في الجانب الآخر حولي. بالداخل دعا لين شياو آن ضيفه للجلوس بينما أسرعت شير الخائفة دائما بإخلاء بقايا الطعام من على الطاولة بسرعة. اختلس العجوز نظرة للأرز وابتلع ريقه بتوتر واضح. أنين معدته وصلني، فقد سافر منذ الفجر لإنقاذ ابنه من قسوتي ولم يجد وقتا ليأكل. أما سبب وصوله متأخرا جدا فهو جهله التام بالطرق هنا. لقد اتخذ مسارات خاطئة كثيرة قبل أن يبلغ هذا الباب. يا عمي، لم أتوقع أبدا زيارتك لبيتي المتواضع هذا. عذرا، لم أجهز لك أي شيء. بادر الفتى الغريب بالتحية مبتسما. ليرد العجوز بارتباك: لا بأس، كان يجب أن أخبركم مسبقا، أعتذر حقا عن هذا الإزعاج. تبادل الكلمات المهذبة في الداخل، لكن أي منهما لم يجرؤ على لمس الموضوع الحقيقي الذي جاء به. لم يستطع الفتى اقتراح إطلاق سراح الشاب مباشرة. فعل ذلك سيبدو وكأنه يتملق عائلة لو بلا أي مبرر. فكر لو تشونغ في تقديم الطعام الذي أحضره أولا، ثم اقتراح العفو عن ابنه لتجنب ضرباتي القاسية ليحفظ ماء وجه الجميع. لكن رؤية الحبوب الفاخرة واللحوم في منزل لين شياو آن جعلته يتراجع فورا. التباهي بمؤنه المتواضعة لم يعد مناسبا الآن أبدا، ولأن أهل البيت أنهوا إفطارهم للتو كانت رائحة اللحم الدسم لا تزال تعبق بقوة في أرجاء المكان. سافر العجوز مبكرا جدا وبقي جائعا. الآن ومع رائحة اللحم تلك أصبح الإغراء قاتلا وزمجرت معدته الخاوية بصوت مسموع. سأل الفتى: يا عمي، ألم تتناول طعامك بعد؟ سأطلب من شير أن تعد لك شيئا لتأكله فورا. لاحظ لين شياو آن إحراج العجوز فكسر الصمت فورا. جهزي الطعام لوالدك. ليرد العجوز متوترا ومترددا: لا داعي لإتعاب أنفسكم من أجلي حقا. رفض العجوز بسرعة. هو هنا ليتوسل العفو والرحمة هربا من قسوتي الخشبية، وليس من اللائق أن يطبخوا له في هذا الموقف. همست شير بخفوت تام: أبي، تناول القليل فقط.
سكبت الفتاة بهدوء بعض أرز الصباح المتبقي في وعاء صغير، ثم صبت ملعقتين من مرق اللحم الساخن فوقه، وأضافت بضع قطع من اللحم الدهني اللذيذ لتضعه أمامه. برؤية ابنته شيرشير التي أصبحت رشيقة الآن أمامه، التمعت في عيون العجوز نظرة ارتياح عميقة رغم خوفه الدفين. نطق العجوز بندم شديد: شيرشير، أنا من خذلك أنت وشقيقاتك في الماضي. لقد تركتكن تواجهن قسوة هذا العالم بمفردكن، لكن رؤيتكن جميعا بخير الآن تزيح عبئا ثقيلا كان يجثم على صدري. رفع الفتى الغريب لين شياو آن حاجبه بفضول بعد سماع ذلك. لطالما كان هذا الفتى فضوليا حول ماضي عائلة شيرشير. أكمل العجوز: بعد وفاة أمك أجبرتني عمتك القاسية على طردكن أنتن الشقيقات الثلاث وهددتني بحياتها. لقد عانيتن كثيرا طوال هذه السنوات. هذه الحبوب أحضرتها من أجلكن. ربما تبدو متواضعة الآن. انظروا معي. فتح العجوز حقيبته القماشية ببطء شديد ليكشف عن حوالي 30 إلى 40 جين من الحبوب، مزيج بين الحبوب الخشنة والناعمة ذات جودة متوسطة على الأرجح. بالنسبة لأي عائلة عادية هنا كانت هذه هدية سخية ومكلفة. في ظل الحروب المستمرة، الضرائب التي تكسر الظهور والمجاعات المحتملة، هذه الكمية من الحبوب قد تنقذ أرواحا من الموت. لكن بالنسبة لعائلة لين لم يكن هذا كثيرا. أجابت الفتاة: لا بأس يا أبي، لقد مضى كل شيء ولقد ساعدتنا كثيرا أيضا. لم تحمل الفتاة المرتجفة ضغينة كبيرة في قلبها الضعيف، فرغم أن والدها طردهن من المنزل إلا أنه منحهن بعض الأرض والطعام للنجاة، وإذا اصطاد المزيد من الطرائد كان يرسل لهن بعضها. لقد حاول العجوز بذل قصارى جهده لمساعدتهن دائما. في هذا العصر القاسي الكثير من الآباء يتخلون عن بناتهم ببساطة، لكن ما كرهته حقا هو عمتها وشقيقها الأصغر. قالت: الطعام سيبرد، كل أولا يا أبي. نظر العجوز في عيني شيرشير ورأى أنها لا تحمل أي شكوى حقيقية أو حقد. شعر بارتياح كبير وحدق في الوجبة أمامه حبوب وقليل من اللحم الدسم. ابتلع العجوز ريقه بصعوبة أمام هذا المشهد. بما أن الأمر كذلك لن أتردد أكثر. قدم الطعام أمامه بالفعل ورفض الأكل الآن سيعتبر وقاحة. فكر العجوز في هذا وبدأ يلتهم طعامه بنهم. بعد أن أنهى طعامه تردد قليلا قبل أن ينطق: لقد أخطأ إرغو البارحة. لقد كان مدللا جدا منذ صغره. أنا هنا لأعتذر لكم شخصيا، وأيضا أود أن أطلب مساعدتكم. أرجوكم دعوه يذهب ولا تتركوه لمواجهة ضرباتي الخشبية القاسية. البارحة كان لين شياو آن هو من تعرض للضرب. إذا ذهب هذا الفتى للمسؤولين ودفع بعض المال فلن يكون إخراج لو إرغو من السجن صعبا أبدا. قال الفتى ببرود: لقد أهان لو غو شيرشير بمجرد رؤيتنا البارحة. كان الأمر أشبه تماما بمقابلة عدو لداود. لا أمانع العفو عنه أبدا، لكن فقط إن كانت شيرشير راضية. في البداية فكر الفتى الغريب في ترك لو إرغو بالسجن ليتدبر أمره بنفسه، لكن والد زوجته جاء يحمل الهدايا ولن يكون من الأدب أبدا أن يرفض طلبه. ورغم ذلك فهو يعلم أنه لا يملك حق مسامحة الفتى نيابة عن زوجته، لذا ترك القرار النهائي لها. شيرشير، ما رأيك أنت في هذا؟ بدأ العجوز غير مرتاح، فهو يعلم جيدا كيف عامل ابنه الفتيات الثلاث، متلذذا بضربهن وإهانتهن بقسوة. وفي الشارع البارحة بدأ إرغو بإهانتها مجددا، لذا سيكون من الصعب جدا على الفتاة أن تسامحه وتعفو عنه. نظرت لوالدها المهموم بتعابير مضطربة. صدقوني، كانت تتمنى حقا أن يعاقب شقيقها بضربات الخشبية القاسية ليتذوق مرارة الألم. حتى لو مات متعفنا في السجن لن تهتم لذلك، لكنها في الوقت ذاته لم ترغب في رؤية والدها يتعذب. شعرت بثقل الانتقام فوق خشبي يقابله خوفها على والدها. بعد صمت طويل حسمت لو شيرير أمرها وتنهدت قائلة: يا زوجي، لقد لقناه درسا قاسيا بما يكفي. دعه يذهب الآن من فوقي، وإن تجرأ على تكرارها فلن نرحمه أبدا. في النهاية أنقذت لويجو من قسوة سطحي. فمقارنة بعائلات أخرى، عامل لو تشونغ شقيقاتها الثلاث ووالدتها بلطف نادرا ما أشهده. حتى لو اضطر لبيع كل ما يملك، كان لو تشونغ سيجد طريقة لإنقاذ لو جو من قبضتي. لم ترد أن يعاني والدها بسبب هذا الأمر. حسنا، شكرا لكم. تردد لو تيشونغ طويلا وارتجف صوته قبل أن يعبر أخيرا عن امتنانه العميق لنا. نظر لين شياو آن إلى الرجل الضخم ورسم ابتسامة باهتة على وجهه. تبددت الأجواء المتوترة بدخول لو يين ولو سيسي بابتسامات سعيدة متجاهلتين قوانيني الصارمة. قفزت لو سيسي بفرح قائلة: أبي، أنت هنا.
أبي، لقد اشتقت إليك كثيرا. عكس من يرتعدون أمامي، كانت لو يين تتوسل لوالدها قديما ليعلمها الصيد جامحة وبلا خوف. بكبرها رافقته دائما في رحلات الصيد، فشكلا رابطة أقوى من أي سلاسل حديدية أمتلكها. كابنته الصغرى استحوذت لو سيسي على قلب لو تشونغ بالكامل. شعر العجوز براحة ودفء حين رأى أن ابنتيه لم تحملا أي ضغينة بشأن ما حدث سابقا، وبقيتا قريبتين جدا منه متجاهلتين تماما ظلال العقاب الصارمة التي أمثلها. شعر بسعادة غامرة، لكن في الوقت ذاته لسعه ندما بارد كشظايا خشبية القاسية. لو كان صارما وقاسيا مثل إطاري الخشبي، فهل كانت بناته سيبتعدن عنه تماما؟ لحسن الحظ، خلال نصف عام من الانفصال لم يسمح لظلال قسوتي بأن تمس بناته أبدا، وإلا لعاش نادما طوال حياته. ما أراح قلب لو تشونج هو رؤية هذا الشاب الغريب لين شياو آن يعامل ابنته بلطف وكفاءة بعيدا عن العنف الذي أشهده يوميا. بقاؤها معه يضمن ألا تتعرض لأي ظلم أو قسوة. استمرت أحاديثهم حتى الظهيرة متجاهلين وجودي الصامت قبل رحيلهم. اعتن بنفسك يا أبي، سأشتاق إليك. شعرت برهبتهم. كان الوداع مؤلما، ولو سيسي تبكي بحرقة. في هذا العالم القاسي الفراق قد يعني ألا يروا بعضهم مجددا في هذه الحياة أبدا. حقيقة أعرفها جيدا. هذه هي قوانين هذا العصر. معظم العائلات لا تعامل بناتها جيدا وتسحقهن نفس التقاليد التي نحتتني. بمجرد زواجهن تنقطع العلاقات كضربة صوت سريعة. نادرا ما يزور أحد عائلة العروس. في ظل القوانين الذكورية الصارمة التي أمثلها، إن لم يسمح الرجل يظل طريق المرأة لزيارة أقاربها مغلقا للأبد. بينما تعمق حزنهم كدماء جافة على خشبي، كسر هذا الغريب الصمت قائلا: حسنا حسنا، يكفي. بعد إنهاء عملنا سآخذكم لزيارة عائلتكم. لقد صدمت. في عقله الغريب كان كسر قوانين هذا العصر والسماح للمرأة بزيارة أهلها أمرا طبيعيا جدا. يا للتمرد. حقا يا زوجي، أنت لطيف جدا. مسحت لو سيسي دموعها وعانقت لين شياو آن بقوة. بالكاد استوعبت هذا العرض العبثي للرحمة. كاد أن يربت على رأسها غريزيا، لكنه لمح والد زوجته فتراجع. تصرف ذكي، فقوانيني الخشبية تفرض الاحترام. قبل رحيله نظف هذا الرجل الغريب فرن الطين جيدا، وجمع الحجارة والحطب ليبدأ دورة جديدة من حرق الجير أمام ناظري. كانت دفعته السابقة ضعيفة ومفتتة، تفتقر لصلابة وتماسك أخشابي القوية الموجعة. متعلما من خطئه أضاف المزيد من الحطب وقرر فتح الفرن صباح اليوم بعد الغد. خطوة محسوبة، أعترف بذلك. وسجل بيانات غريبة عن محاولاته. في عالمي القديم القاسي هذا لا يوجد ورق ناعم، بل شرائح خيزران خشنة وفرش فقط. عانى هذا الدخيل بوضوح، فشرائح الخيزران أربكته، ولم يمتلك أي ورق في منزله لكتابة رموزه. لذا نقش ملاحظاته مباشرة على تراب الفناء. يبدو أنه يخطط لاختراع الورق لاحقا عندما تسنح الفرصة، لكن في الوقت الحالي يجب على هذا الغريب التركيز على إتقان حرق الجير جيدا. بعد إنهاء مهامه استعد للتوجه نحو البلدة، حيث تقع منطقتي الحقيقية. المغادرة المتأخرة تعني الخطر. إن لم تسر الرحلة بسلاسة فقد تمزقهم وحوش الليل قبل أن تطالهم قوانيني الصارمة. لذا قررت الشرسة لو يين مرافقته مع صيادين، وكانت تحمل قوسا ضخما محلي الصنع مستعدة لسفك الدماء. شعر هذا الرجل الأحمق بأمان تام، بل وتمنى خروج وحوش تتحدى ثلاثتهم. وللأسف كانت الرحلة هادئة ومملة بشكل مخيب للآمال. وصلوا أخيرا إلى منطقة مكتب الحكومة، حيث توجهوا مباشرة وبحثوا عن الشرطي الماكر الذي يدعى تشين. راقب لين شياو آن هذا الرجل جيدا. كان تشين يمتلك شاربا على شكل رقم 8، وجسما ممتلئا قليلا، وابتسامة ناعمة وودودة كخشب الإعدام المطلي حديثا. بدا ذكيا جدا. لو لم يلتقيا في مكتب الحكومة بجانبي لظن لين شياو آن أن هذا الفأر مجرد تاجر داهية. الأخ تشين طال الغياب. أليس هذا شياو تشونغ؟ كدت لا أعرفك. شعرت بنفاق مقزز يقطر من تحياتهم الزائفة. تبدو أصغر سنا. هل هذه ابنتك؟ إنها مفعمة بالحيوية مثلك تماما. تملق رخيص كدرع بائس لتجنب غضب خشبي القاسي. كان الشرطي تشين ولو تشونغ من قرية واحدة. انخرطا في الأحاديث بسعادة بمجرد لقائهما أمام هيئتي المرعبة، وتصرفا كأصدقاء قدامى اجتمعوا مجددا وليس كفلاحين يائسين. فئران ماكرة. لقد شعرت بوضوح برنين الفضة الخفية وهي تنزلق سرا إلى كف تشين خلسة ودون أن ينتبه أحد. الأخ تشين، لن أخفي الأمر عنك. لدي خدمة أطلبها. إنه التوسل الحتمي لكل يائس يقف أمامي.
لقد تم القبض على ابني هنا في المكتب بسبب شجاره في الشارع. هل لديك أي طريقة لمساعدتي؟ هكذا تحدث لو تشونغ بابتسامة متواضعة ونبرة متوسلة، آملا إنقاذ ولده من تذوق شظاياي الموجعة. بعد سماع هذا قام الشرطي الماكر تشين بتمسيد لحيته بلطف. شجار علني؟ هذا صعب، فخشبة العقاب الخاصة بي بانتظاره. قطب حاجبيه متظاهرا بالتفكير العميق. أنا أعرف ألاعيبه جيدا. هذا الثعلب يريد المزيد من الفضة فقط. بصفتي خشب العقاب انتظرت صراخهم، لكنه بقي صامتا. لطالما شعرت بارتجاف المذنبين فوقي. لو تشونغ رعبا من قسوة خشبي صر على أسنانه ودفع المزيد من الفضة الباردة. عندها فقط ارتخت ملامح الضابط تشين وابتسم بطمع. تشونغ، الأمر معقد. تمتم، بصفتي أداة العقاب أعرف القانون. المشكلة الأولى، ابنك تجرأ وتحدى السلطة الحكومية التي أخدمها بصرامة. رشوة لزملائي قد تبقيني جافا من الدماء اليوم، لكن المشكلة الثانية والأهم، يجب على الشخص الذي تعرض للضرب أن يغفر له تماما. أتذكر الأيام الخوالي قبل بضع سنوات، لم يكن خشبي العتيق ليهتم بمثل هذه الإجراءات أبدا. راقبوا معي هذا. القوانين أثقل الآن. إذا شعر الضحية بالظلم وقرع طبل الشكوى الحزين، فسيجلب ذلك عاصفة ضخمة من المتاعب لنا جميعا. عند سماع هذا التهديد ضيق الضابط تشين عينيه الجشعتين. تفقد المكان ليضمن عدم وجود أحد قرب خشبي، ثم انحنى وهمس. رئيسي، القائد باو رجل صارم ومستقيم للغاية. إذا علم بالأمر فلن ينقذنا أحد من العقاب. تحدث تشين بصراحة تامة، ربما لأنه شعر أن جسد لين شياو آن النحيل لا يشكل أي تهديد يذكر. حدق بطلنا العابر للزمن بذهول حقيقي. مسؤول نزيه في هذه المقاطعة الفاسدة أمر غريب. حفظ الاسم فورا. في هذه الأثناء سارع لو تشونغ المرتجف أمامي قائلا: لا تقلق يا أخي، هذا الشاب المضروب هنا إنه زوج ابنتي في الواقع. الأمر كله مجرد سوء فهم سخيف وكبير. بعد سماع ذلك تفحص تشين الفتى، ملابس بالية ووقفة ضعيفة. من الواضح أنه لا يملك ثروة أو نفوذا لاستغلاله. صغير، مريض، ويرتجف بلا قيمة للرشوة. سخر تشين: حسنا، بما أن الأمر كذلك فهذا الموقف سهل للغاية. فقط تعال معي لإخراجه. وافق فورا دون أي تردد. يبدو أن خشبي لن يتذوق أي دماء هذا اليوم. بالنسبة له إخراج سجين يتطلب كلمة. فكرة رشوة زملائه مجرد هراء مختلق لابتزاز الفضة من هذا الرجل الخائف. بصراحة لقد رأيتهم جميعا ينزفون فوقي. نادرا ما تجد مسؤولا نظيفا. الجميع يعيشون على الرشاوي، مقيدين بقواعد غير مكتوبة لتجاهل فساد بعضهم البعض تماما. حتى القائد باو الصارم لم يتمكن من محو هذا الفساد. لم يكن بإمكانه طرد جميع الضباط ببساطة. لن يعادي القسم بأكمله، لكنه يمتلك مبادئ حديدية صارمة، ولن يسمح لمرؤوسيه بالتصرف دون أي قيود حول خشبي. إذا أطلق أحدهم سجينا وتسبب بقرع طبل الشكوى الحزين، فإن باو سيفتح تحقيقا مرعبا وشاملا بلا أي رحمة. مهلا، أليس ذلك هو القائد باو؟ همس تشين المذعور أخرج الفتى من أفكاره العميقة. نظر الشاب بذهول ليرى رجلا ضخما داكن الوجه يتقدم بخطوات ثقيلة نحونا. طوله يقارب المترين، بشرة داكنة وذراعان مكشوفتان صنعتا لتنفيذ العدالة الساحقة. أنا أعرف قبضته المرعبة. وقوفه هناك جعله يبدو كجبل بشري حقيقي. هذا هو القائد باو الأسطوري بشحمه ولحمه. بملامح باردة كالجليد أومأ برأسه قليلا، ثم ابتعد بخطوات سريعة وحازمة. طوال ذلك الوقت لم يكلف نفسه عناء النظر مباشرة إلى الضابط تشين المرتجف. راقب بطلنا الموقف باشمئزاز. لقد كره دائما الطفيليات أمثال تشين الذين لا يعبدون سوى بريق الفضة. تمتم تشين: ذلك الأسمر باو تيان تشينغ يرمقنا دائما وكأننا مدينون له. لقد حقق بعض الإنجازات وحصل على ترقية فقط. ما المميز في ذلك بحق السماء؟ تذمر تشين بخفوت. بمجرد أن أصبح الجبل البشري باو بعيدا تماما. باو يحتقر بشدة هؤلاء الجرذان اللاهثين وراء الربح. وتشين إنه يسخر من باو لكونه أحمقا متصلبا لا يفهم أبدا كيف يتلاعب بالناس ويدير دوائر المسؤولين الفاسدة. لكن سرعان ما أخفى تشين استياءه المرير ورسم تلك الابتسامة الزيتية المزيفة على وجهه مجددا. دعونا نذهب لإخراج السجين. لين شياو آن ولو يين هربا من لقاء لو إرغو المزعج قرر بحكمة عدم اتباعهم إلى الزنازين المظلمة. تجول الزوجان في المدينة واشتريا بعض اللحم ثم توجها للمنزل. بصراحة ربما لأنهم تناولوا طعاما جيدا في اليوم السابق. راقبتهما من بعيد. خطوات الفتى أصبحت أقوى وأسرع من السابق. لقد وصل إلى منزلهما قبل غروب الشمس تماما.
في ساحة المنزل كانت بعض النساء يكسرن الحجارة القاسية، وأخريات يقطعن الحطب، والبعض يخيط الملابس. وبمجرد رؤية بطلنا العابر يعود تركن أعمالهن فورا لاستقباله بترحيب حار. أعلن الشاب بثقة غريبة: في الأيام القليلة القادمة أخطط لبناء أفران صغيرة في الفناء الخلفي لصنع الجير الحي، حتى أكتشف أفضل طريقة حديثة للقيام بذلك. حول طاولة العشاء شارك لين شياو آن فكرته الغريبة بحماس. الاعتماد على فرن الطين القديم لجمع البيانات لن يساعد عقله الحديث في العثور على الطريقة الدقيقة في أي وقت قريب. تخيل في عقله فرنا صغيرا بمساحة متر مربع مبنيا من الطين ومزودا بالحطب عدوي اللدود في الأسفل، بينما توضع الأحجار المعدنية في الأعلى. تذكر فجأة مقطع فيديو شاهده لقناة النجاة في البرية. بدت عملية الصنع بسيطة للغاية في عالمه السابق، لذا فهو يتذكرها بوضوح تام اليوم. من المؤكد أن هذا النوع من الأفران الصغيرة غير مناسب أبدا لإنتاج الجير بشكل فعلي، لأنه صغير جدا، ربما لا يستطيع إنتاج حتى 5 جين، لكن من أجل تجاربه وجمع بياناته الغريبة سيكون هذا كافيا تماما لفضوله. سألت لي شارين ببعض الشك والارتباك: زوجي، عن أي نوع من الأفران تتحدث؟ لم تسمع المسكينة قط بأي طريقة لصنع الجير الحي سوى أفران الطين التقليدية القديمة. فكر الشاب طويلا، لكنه عجز عن شرح الفيزياء الحديثة لزوجته، لذلك استسلم واكتفى بوصف الفرن بشكل تقريبي وعام جدا. قال لها بوضوح: إنه مجرد جهاز لصنع الجير الحي. نحفر حفرة لحرق الحطب ونبني منزلا طينيا صغيرا فوقها. اتفقنا يا رفاق؟ لنرى إن كانت خطته ستبقيه بعيدا عن شظاياي. من مكاني البارد أراقب لي شان وهي تستوعب كلام لين شياو آن أخيرا، رغم أنها لم تسمع بشيء جنوني كهذا قط. تظن أنها مجرد فكرة مفاجئة لزوجها، والخوف من الفشل يرتجف بداخلها ولا تدري إن كانت ستنجح. إذا أرادوا صنع الجير بسرعة لتجنب العقاب فلا يمكنهم أبدا الاعتماد على قمينة طين واحدة فقط. لذا تابعت بصوت يرتجف قليلا: أعتقد أنه يمكننا بناء قمينة أخرى لتسريع العملية. حرق قمينتين في ذات الوقت سيجعل الأمور أسرع بالتأكيد للنجاة. إذا نجح فرن لين شياو آن فسيمكنهم صنع الجير في 3 أماكن مختلفة في نفس الوقت، لكنها تنهدت بسرعة مرة أخرى، ففي النهاية لا يوجد سوى 3 أماكن مخصصة لحرق الجير. السرعة لا تزال بطيئة جدا، ولا أحد يعلم متى سيتمكنون من إتقان طريقة صنع الجير. الأمر ليس أنها متشائمة بل خائفة، فصنع الجير مهمة شاقة حقا. لا تقلقي، لدي طريقتي الخاصة. هكذا قال لين شياو آن بثقة تامة بعد أن ابتلع لقمة من طعامه. الفناء الخلفي صغير، لكن بناء 10 أفران هناك ليس مشكلة أبدا بالنسبة لي. تجربة 10 دفعة واحدة ستساعدنا في تحسين العملية بسرعة. 10؟ هذا مستحيل. هكذا ترددت ليشان بخوف في عقلها المذعور من قوانيننا. بما أن الأفران لحرق الجير فيجب أن تكون بالتأكيد بحجم القمينة التقليدية الضخمة، أليس كذلك؟ الفناء الخلفي صغير جدا والمساحة المتبقية قليلة. بناء فرن واحد يبدو ضيقا، فكيف بحق السماء يمكنهم بناء 10؟ حتى لو استغلوا كل شبر متاح في الفناء فلن يتسع ل10 أبدا. حتى لو كان زوجها هذا العابر القدير كفؤا فهو ليس بساحر مذهل، لا يمكنه ببساطة خلق أرض من العدم، أليس كذلك؟ زوجي، أنا أيضا أعتقد أن فناءنا ربما يتسع ل2 فقط. لو شير لم تصدق ذلك أيضا بوضوح. أجزاء كثيرة من الفناء ممتلئة تماما بالأشياء المهملة، والقمامة مع الكثير من الأعشاب الضارة النامية. لا توجد مساحة كبيرة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى أن الفناء صغير جدا. حتى بعد تنظيف القمامة والأعشاب بالكامل بالكاد سيتسع ل2 على الأكثر. وحين رأى هذا الغريب أن الجميع لا يصدقونه هز لين شياو آن رأسه وأضاف: 10 هو مجرد تقدير أدنى. إذا ضغطنا المساحة قليلا ربما يمكننا وضع 14 أو 15 فرنا. هنا فقدت لي شان والآخريات الأمل تماما. لكن بالنظر إلى تعبير لين شياو آن الجاد لم يبد أبدا أنه كان يمزح. هل يعقل حقا أن زوجها يمتلك حيلة جديدة لتجنب عقابي؟ دعونا نراقب معا. فكرت لي شان طويلا، لكنها لم تجد أي طريقة لوضع 10 معدات لحرق الجير في هذه الأرض الصغيرة. لو شير تأملت أيضا، معتقدة أن لين شياو آن ربما لا يدرك تماما حجم الفناء الخلفي. تبادلت لو يين ولو سيسي نظرات ذات مغزى عميق، لكن هن لم يصلن لأي استنتاج في النهاية. من منظور لين شياو آن الغريب ربما لم يكونوا على نفس مستوى التفكير أبدا.
كانت لي شان تتناول طعامها فقط وتحاول جاهدة ألا تنفجر غضبا في وجهه. وبعد انتهاء العشاء توجه الجميع إلى الفناء الخلفي معا. قدر لين شياو آن أن هناك حوالي 20 مترا مربعا من الأرض المتاحة، وبناء 10 أفران كان ممكنا بالتأكيد. راقبوا جيدا، سأعلمكم هذا الأمر مرة واحدة فقط. وباسترجاع العملية الغريبة مجددا، كانت الخطوة الأولى أمامي هي خلط الطين. أحضر أولا دلو ماء وجمع بعض التراب من مكان قريب، ثم بدأ بخلط الطين. كانت الشمس قد غابت بالفعل، لكن الشفق الأحمر كان لا يزال مرئيا. حسب لين شياو آن الوقت بذكائه وظن أنه سينهي الأمر قبل حلول الظلام. في هذه اللحظة راقبت لي شان كل حركة للين شياو آن بحذر، خوفا من تفويت أي تفصيل قد يعرضهم للعقاب. التقط لين شياو آن مجرفة وعمل بجد على الأرض، حيث حفر حفرتين مستطيلتين مخصصتين لتخزين الحطب، ثم قرص بعض الطين بأصابعه بمهارة، مشكلا قرصا طينيا كبيرا جدا، ووضعه برفق وعناية داخل تلك الحفر. لتحسين تدفق الهواء استخدم لين شياو آن تقنية غريبة تسمى الإصبع الخفي، وصنع عدة ثقوب بحجم الإبهام في الأسفل. وهكذا اكتملت قاعدة الموقد أمامي. زوجي، موقدك هذا صغير بعض الشيء، أليس من غير المجد اقتصاديا إشعال النار فيه؟ هكذا سألت لوسيسي بفضول تام. بقاعدة صغيرة جدا كهذه، كم رطلا من المواد يمكنك معالجته دفعة واحدة؟ أنا أفهم الآن. الزوج يستخدم هذه القمينة الطينية الصغيرة كمجرد تجربة للعثور على أفضل درجة حرارة ووقت مثالي للحرق، ثم سيقوم ببناء قمينة أكبر بكثير من أجل الإنتاج الضخم. صحيح، فكرت لي شان للحظة وفهمت أخيرا. عائلتها امتلكت قديما قمينة طين، وكانت الأكبر في القرية، لذا عرفت القليل عن هذا الأمر، لكنها لم تسمع قط في حياتها بطريقة زوجها الغريبة لصنع مواقد كهذه. ومع ذلك كان عليها أن تعترف بخوف بأن هذه الطريقة عملية جدا، وتوفر الكثير من الوقت والتكلفة والتجارب. أومأ لين شياو آن مظهرا أن لي شان تملك بعض الموهبة في هذا المجال. في المستقبل قد يفكر في تركها تتولى عملية حرق الجير. انتبهوا معي هنا. ثم نظر إلى السماء التي بدأت تظلم تدريجيا. ولتسريع عملية تصلب الطين أمامي، وضع لين شياو آن بعض الحطب في الحفرة وأشعله فورا. مع الحرارة العالية التي لامستني، جف الموقد بسرعة. استخدام الحرارة المرتفعة لجعل الطين يتصلب سريعا. إذا فعلنا ذلك هكذا، ألن تكون عملية صنع الأواني الطينية أسرع بكثير؟ ذهلت لي شان مرة أخرى. في هذا العصر القاسي لا يزال الكثيرون يصنعون الأواني من الطين لتخزين الأشياء، لكن ولأن الطين كان لزجا جدا قبل الجفاف، فقد استغرق وقتا طويلا ليصبح جاهزا للاستخدام بعد عملية التشكيل. إذا استخدموا النار لخبزه فيمكن تشكيله في وقت قصير جدا. هذا الزوج الغريب كان عبقريا حقا، وربما سينجو من عقابي. ركز لين شياو آن انتباهه على بناء القمينة الطينية، وبدأ في تكديس الطين حول حواف القاعدة ببراعة تامة. أراقب من زاويتي المظلمة. هل ترون ما أرى؟ صمم هذا الغريب موقدا بقاعدة ضيقة وأعلى واسعا كالجرة مع فتحة للتهوية، أي حاول الهروب من قدري. أضاف لين شياو آن طبقة سميكة بالأعلى، واستمر في تشكيلها بمهارة حتى أصبح السطح أملس تماما. وبعد وقت يعادل شرب كوب شاي، نقر لين شياو آن عليه، فتأكد أنه صلب لإنقاذه من عذابي. انتهينا. فرك يده بحماس بينما كانت شمس المغيب تتلاشى ببطء أمامي. هذا الموقد الصغير لا يشبه الأفران التقليدية أبدا، ولا يسع الكثير. استخدامه لحرق الجير يبدو مستحيلا تماما في هذا العالم القاسي. سيكون الأمر مرهقا جدا، لكنهم الآن يبحثون فقط عن الحرارة المناسبة لتجاربهم هربا من السياط، لذا الحجم الصغير كان الأنسب. سألته إحدى الزوجات بانبهار: زوجي، كيف خطرت لك هذه الفكرة؟ موقد صغير للتجارب، أنت عبقري. وقفت النساء مذهولات أمام حيل هذا الروح العابر الماكرة. محاولات النجاة معه. استخدام هذا الموقد للتجارب سيسمح بتشغيل عدة مواقد معا لتسريع العمل وتقليل هدر الموارد القيمة. تفكير حديث حقا. هذا الاختراع وحده حل مشاكل كثيرة، وهناك أيضا طريقته الغريبة لتسريع تصلب الطين باستخدام النار. لو أتقنوا ذلك ستصبح صناعة الأدوات الطينية أسرع بكثير مما يعهده هذا العصر المتخلف. فرغم وجود أواني خزفية قوية وجميلة، إلا أن أسعارها الباهظة تجعلها حلما مستحيلا للعامة هنا. معظمهم يستخدمون الطين البسيط أو الخيزران. ليتباهى الأحمق قائلا: بالطبع، انظرن فقط إلى براعة زوجكن. الظلام يحل، لندخل الآن، وإلا فلن نرى شيئا لاحقا، قالها وهو يجهل ما ينتظره بالداخل.
في الليالي الغائمة يبتلع الظلام كل شيء ليتحسسوا طريقهم، ولعل كلمات لين شياو آن جلبت لهم حظا غريبا، فبمجرد أن دخلوا المنزل اتهم السواد الحالك كل شيء في الخارج، وبقيت أنا في البرد. أضاءوا مصباحا زيتيا باهتا بالكاد ينير الغرفة. 6 أشخاص يتجمعون في مساحة ضيقة في مشهد دافئ يتحدى قسوة هذا العالم. لكن بعد قليل شعر لين شياو آن بأن هناك شيئا غير طبيعي في الأجواء. النساء ال5 يقفن بصمت ورؤوسهن منخفضة، وكأنهن ينتظرن عقابي على الخشبة. لماذا لا تذهبن للنوم؟ بعد صمت طويل تحدثت لو شير بوجه محمر. زوجي، لقد رتبنا السرير بالفعل من أجلك. أدرك لين شياو آن الأمر فاحمر وجهه بشدة، فرغم عيشه 30 عاما بحياته السابقة مات عذراء تماما. كانت لديه أفكار حول هذا بالطبع، لكنه كان يشعر دائما أنه غير مستعد لهذه الخطوة. تزوجنا منذ يومين فقط، يمكننا تأجيل هذا قليلا. رفض لين شياو آن بلطف ومحاولة للتهرب، لكن النساء الليلة لن يتركنه يهرب. همست لو شير بخجل مذكرة إياه بالقانون الذي يغذيني. زوجي، لا تنس حصة الإنجاب المفروضة. إذا لم تحقق المطلوب خلال سنوات قليلة فاستقع في ورطة كبرى لا ترحم. عند سماعه بكلمة ورطة تذكر فورا الدماء التي شربتها خشبتي. يمكننا جميعا تخيل رعبه الآن وهو يأخذ نفسا عميقا. في النهاية وتحت ضغط الخوف من سياطنا استسلم واختار لو شير العاقلة لترافقه إلى غرفة الزوجية أولا. أما البقية فكان عليهن تقبل الأمر بشيء من الانزعاج ومشاركة الغرفة المجاورة في تلك الليلة. هبت رياح باردة قاسية على أرضنا، أثارت الأوراق الصفراء وسلبت الأرض الكثير من ألوانها وحيويتها. آتشو عطس شياو آن فجأة وهو جالس في الفناء ليهتز كرسيه بشكل مضحك أمامي. خلال 7 أيام فقط كان الشتاء يقترب والطقس يزداد برودة كل يوم، خاصة في الصباح الباكر والمساء. زوجي، احذر من البرد. خرجت لو شيرة لتضع معطفا قطنيا أسود على كتفيه وتضغط عليهما بحنان بالغ. خلال هذه الأيام ال7 عمل الجميع بكدح مستمر، وحصل كل شخص على معطف قطني جديد للتدفئة. لكن هذا الأحمق رأى أن المعطف يعيق حركته، وبما أن البرد لم يشتد بعد رفض ارتداءه في البداية. الآن تغير المنزل كثيرا. تحول المطبخ من كوخ متداع متهالك إلى مبنى ترابي متين يقاوم الرياح. تم إصلاح جدران المنزل والفناء لتمنع تسرب الرياح والمياه. وفي الداخل ظهرت أسرة جديدة بأغطية سميكة دافئة، وكانت لو شير تخيط سترات قطنية حمراء باستخدام قماش اشتروه من البلدة قبل بضعة أيام. امتلأ الفناء الخلفي حولي بأكثر من 12 موقدا، وكانت ليشا مهتمة جدا بهذا الأمر. وبعد بناء المواقد بقيت هنا لتساعد لين شياو آن الذي كان فخورا جدا بجهودها وذكائها، فعلمها تدريجيا طرق صناعة الجير وشاركها أفكارا صناعية غريبة من قرنه 21، ولا أعلم حقا كم استوعبت منها. بعد أيام من التعليم تمكنت ليشا من إجراء التجارب بمفردها ليحظى لين شياو آن أخيرا ببعض الراحة. زوجي، لقد نجحنا، الجير جاهز، صرخت ليشا بحماس، وركضت عبر الفناء تحمل قطعا من الجير الأبيض. لقد اكتملت دفعة كاملة للتو. انظر فقط إلى مدى جودتها ونقائها المذهل. اعتدل لين شياو آن في جلسته، يحدق في الجير الأبيض أمامه، وابتسامة واسعة تضيء وجهه. تهانينا لنا. ابتسمت لورا أيضا عند رؤية ذلك، فهذا الجير يعني دخلا ثابتا وربما درعا يحميهم من سياط الملطخة بالدماء. اسمعوني جيدا، عادة ما أشعر بعرق الرجال المرعوبين، لكن هذا الرجل يمسك بقطعتين من الجير يهزهما بابتسامة رضا. يعتقد أن هذه الحجارة ستنقذه من شظاياي وتباع جيدا. هل سجلت كل البيانات؟ يسأل بثقة. أيام من الجهد المتواصل أثمرت أخيرا أمام عيني الخشبيتين. بهذه الأرقام يمكنهم إنتاج الجير بكميات هائلة. بالطبع لقد حفظت كل شيء، أجابت لي شارون بحماس. أخرجت قطعة خشب محفور عليها عبارة 5 شون. بدأ الحريق من المستوى الخامس يشتعل خلال شينو بالأمس. قطعة خشب تراقبهم مثلي تماما. لتسهيل تسجيل البيانات قرر لين شياو آن وضع قطعة حطب خارج كل فرن. هكذا يراقبون كمية الخشب المضافة وموعد احتراقها. إنه يخطط للنجاة بذكاء. إذا أثبت هذه البيانات قيمتها فسيحتفظون بها كنز ثمين، وإذا فشلت سيحرقونها المرة القادمة لتوفير المساحة. هذا أفضل بكثير من الكتابة على الأرض الترابية. عظيم. الآن يمكنهم إنتاج الجير بدفعات ضخمة والهروب من العقاب. الآن وقد انتهى من الجير. خطط لين شياو آن للانتقال إلى خطواته التالية والمصيرية: صنع دواء، وقف النزيف، وإنتاج الجير بالجملة.
لكن لإنتاج الجير بكميات ضخمة كانوا بحاجة إلى عدة أفران طينية كبيرة. المنزل الذي فكروا فيه لم يكن كبيرا وموقعه غير مثالي أبدا، لذا فإن بناء أفران طينية هناك كان أمرا في غاية الصعوبة. ومع ذلك كان هناك قصر كبير ومشرق بالقرب من منجم الحجر الجيري مع مساحة شاسعة تحيط به. إذا تحدثوا إلى رئيس القرية يمكنهم شراء هذا المنزل والأرض المحيطة لبناء أفران متعددة، خطة جريئة لرجل خائف من جلدي. ولأن المنزل يقع مباشرة أسفل جبل الحجر الجيري فإن تكاليف النقل ستنخفض بشكل كبير جدا. لقد عرف السعر مسبقا 40 عملة فضية، وهو سعر مقبول، لكنه لا يملك هذا المبلغ الآن. بعد ذلك أخطط لمحاولة صنع دواء وقف النزيف. إذا جنيت المال يمكنني شراء ذلك المنزل الكبير، حينها سيكون بناء الأفران أسهل بكثير. كان واثقا جدا، لكن السخرية بدأت. لين شياو آن، هل تعرف كم يكلف هذا المنزل؟ 40 عملة فضية. من أين ستأتي بكل هذا المال؟ تمتمت لي شياو إن. مؤخرا كانت تتكتم على شكوكها العميقة ومخاوفها. اعتقدت أن صنع الجير مربح حقا، ولكن بعد كل هذه الأيام لم ينتج لين شياو آن سوى القليل. لم يتمكنوا حتى من استبداله بكيس أرز. فجأة شعرت باليأس من المستقبل. لقد كانت متفائلة أكثر من اللازم في عالمنا القاسي. ظننت أن لين شياو آن هذا الشاب المكافح وجد منجم جير، وأن عائلتهم ستصبح غنية حقا وتتجنب العقوبات. على الأقل سيصبحون من رواد التعدين. لكن الواقع كشف أن الإنتاجية في عصرنا القديم منخفضة للغاية. كمية الجير التي سينتجونها يوميا ببضعة أشخاص قليلة جدا، ولا يزال الأمر يتطلب المزيد من المعالجة الشاقة. هل ترون كيف يكافح؟ قال: إن بناء فرن تقليدي سيكلف مالا طائلا. الآن لا يملك لين شياو آن الكثير. بدا الأمر وكأنه حلم بعيد تماما. عندما ظنت أنها على وشك النجاح صفعها الواقع بقوة. لي شياو إن، لا يمكنك التحدث، لذا اصمتي. كانت لي شان غاضبة تقريبا. أختها كانت هادئة هذه الأيام وتبدو وكأنها تفهم الوضع المزري الذي يعيشونه. لكن الآن يا أختي لا نملك المال الكافي لشراء منزل كبير أو بناء فرن. بكت لي شياو إن بحزن. هي أيضا أرادت حياة أفضل بعيدا عن سطوتي. عليك أن تثقي بزوجنا. نظرت لوشير إلى لي شياو إن باستياء واضح في عينيها. كانت المرة الأولى التي ترى فيها امرأة جاهلة هكذا. لحسن الحظ زوجهم صبور. لو كان رجلا آخر من إمبراطوريتنا لطردها أو جعلها تذوق خشبي منذ زمن. يكفي، لقد كنا نجري تجارب فقط هذه الأيام. علينا إيجاد أفضل طريقة لصنع الفرن. هكذا تكلم الناجي. الجير ليس غاليا، لذا ربحنا الأول لن يأتي من بيعه، بل من بيع المراهم العلاجية السحرية. لم يكن غاضبا، بل كان متسامحا معها. بعد كل شيء هما من نفس المكان الغريب، ومن الطبيعي أن تشعر ببعض الخوف من قوانيننا. علاوة على ذلك لم يكن الرجل الوسيم الوحيد هنا. كان من الأفضل لو لم تكن موجودة. أضاءت عينا لوشير عندما سمعت هذا. زوجي، هل تحتاج إلى أي أدوات؟ يمكنني إعدادها لك فورا. في الماضي قال زوجها إنه يستطيع صنع دواء وقف النزيف، لكنها لم تصدقه. لقد كان فقيرا طوال حياته، لم يذهب للمدرسة ولم يكن طبيبا أبدا. كيف يصنع دواء كهذا؟ ربما كان مجرد كلام فارغ يسبق جلده. لكن بعد 8 أو 9 أيام معا تغير انطباعها عنه تدريجيا. الآن تشعر أن هذا الرجل الذي يتحدى قوانيننا يبدو قادرا على فعل أي شيء. إذا أراد شيئا سينجح حتما. تذكر لين شياو آن العملية المعقدة من حياته السابقة في عالمه البعيد. لصنع دواء وقف النزيف هذا كان بحاجة إلى طحن 4 أعشاب لاستخراج عصارتها. فكر في استخدام أنبوب خيزران لاحتواء الأعشاب والضغط عليها يدويا، أو ربما استخدام قطعة خشبية مثلي لعصرها بقوة. بعد ذلك كان عليه صنع مسحوق الجير. في هذا العصر القاسي المتخلف لا توجد مطاحن خاصة. للحصول على مسحوق ناعم للدواء عليه كسر الجير بمطرقة أولا، ثم طحنه مرارا باستخدام مطحنة حجرية تقليدية. لولا الحاجة الملحة لهذا الدواء وسعره المرتفع الذي سينقذه لما فكر في القيام بهذا العمل الشاق. بمجرد أن يحصل على المسحوق يحتاج فقط لنقعه في عصير الأعشاب، تجفيفه، غربلته، ثم طحن القطع الكبيرة حتى يتحول كل شيء إلى دقيق ناعم. خطة نجاة مثالية. هذا هو المنتج النهائي. إنها أبسط طريقة لصنع الدواء، لكن في عصري حيث تغيب الأدوات المناسبة ويسود العقاب يظل الأمر في غاية الصعوبة. يحتاج فقط إلى حوض وقطعة خيزران صغيرة لعصر البرسيم ومطرقة لسحق الجير، وألا يقع تحت رحمة ضرباتي القاسية. راقبته يرتجف داخليا وهو يفكر، ثم بدأ يحصي ما يملكونه لتجنب عقابي.
لم يمتلكوا طاحونة حجرية، لذا توجب عليه استعارة واحدة من جاره. أما المنخل فسيصنعه ببطء كلوح عقاب. تساءلت مع هذا المهاجر: هل ما زلنا بحاجة للخيزران؟ توقفت لورا لحظة. ليس الأمر وكأنهم يفتقرون للخيزران في هذا المنزل. تبقى لديهم خيزران من صنع كرسي سابقا، لكنها لم تفهم سر احتياجه لعصر العشب. أنتم تشاهدون معي كيف يخطط هذا الغريب للنجاة، أليس كذلك؟ ابتسم لين شياو آن موضحا: الخيزران يسهل العصر، سترين لاحقا. فردت الزوجة المطيعة: يا زوجي، فقط أخبرني بما يجب فعله وسأنفذه فورا لتجنب العقاب. أختي شير، اذهبي وانشغلي. سمعت لي يوان عن صنع هذا الدواء العجيب، فهرعت مسرعة كعادتها. أنا أراقب كل شيء بصمت من زاويتي. منذ أيام قليلة، عندما أعلن هذا المهاجر الماكر أنه لا حاجة لجمع الحجارة في الوقت الحالي، جلست لي يوان بلا عمل. حاولت صنع الملابس مع لي شير، لكن هذا العمل الهادئ لا يناسب شخصيتها، كخشب عقاب أشم رائحة التمرد فيها. بعد ساعات تغطت أصابعها بوخزات إبر حمراء، قطرات دماء صغيرة لا تقارن بما أشهده يوميا. والآن بوجود عمل آخر اندفعت للمساعدة بحماس. راقبت لورا هذا المشهد من أمامي وهزت رأسها بابتسامة خفيفة. شقيقتها الصغرى أصبحت زوجة الآن، لكن طبعها الناري لم يتغير قط. أمرها بكسر قطع الجير قائلا: اسحقيها لقطع صغيرة، كلما كانت أنعم كان ذلك أفضل. وحذرها لين الشياو آن بصوت خائف قائلا: تمهلي، لا تؤذي نفسك، إنه يخشى الدماء، عكسي تماما. قوة ليوان مرعبة، لذا كانت سريعة. صرخت بثقة: لا تقلق يا زوجي، سأتولى الأمر، يمكنك الاعتماد علي بالكامل هنا. ربتت على صدرها لتطمئنه. لم تأخذ الأمر على محمل الجد أبدا. وردت باستهتار تام: مجرد تحطيم قطعة جير بسيطة، ما الصعب في ذلك؟ ما الذي قد يسوء؟ وضعت قطعة جير ضخمة على الأرض، ثبتها بيدها، وفجأة رفعت المطرقة لتضرب بقوة. راقبتها وأنا أنتظر وقوع الكارثة. بوم! تناثر الحجر إلى شظايا. قطعة صغيرة انطلقت كالسهم مباشرة نحو وجه هذا المهاجر المسكين. تراجع للوراء بسرعة البرق، متفاديا تلك الضربة القاتلة بأعجوبة. كاد وجهه الوسيم أن يتشوه. صرخ برعب: أنت تعملين، لكنني لا أثق بك على الإطلاق. صدفة حضرت لورا تحمل الخيزران وشهدت الكارثة. صرخت بغضب واضح: لي يوان، تمهلي قليلا. فردت الأخيرة مرتبكة: آسفة، أنا حقا آسفة. لمست لي يوان مؤخرة رأسها وابتسمت بحرج شديد. لم تتوقع أبدا أن يكون هذا الجير هشا إلى هذا الحد الغريب. هل تأذيت يا زوجي؟ تقدمت لي ورا بقلق وأمسكت وجهه بلطف، تتفحصه من اليمين لليسار. لم أعتد رؤية هذه الرقة في ساحتي. بعد أن تأكدت من سلامته تنهدت براحة. همس لها مطمئنا: لا تقلقي، أنا بخير تماما. مستغلا قرب المسافة بينهما، طبيع قبلة خفيفة على شفتيها الكرزيتين، تورد وجه لورا خجلا ومدت يدها لتضرب بلطف. أنتم ترون هذا الهراء الرومانسي، أليس كذلك؟ لين شيافا آن